معذرة عن الكادر الواسع ده، ولكن حلقة النهاردة حلقة مميزة. حلقة النهاردة هي عبارة عن مشتريات، فيلا بينا نعمل انبوكسنج. هننزلها وبعدين نطلعها تاني ونقول كل كتاب وكذا يعني، وجبناه منين وبكام، كل الدنيا ده كلها. مش اي مشتريات بتاع المرة دي، المشتريات بتاع المرة دي من اماكن جدا جدا جامدة شفتها مؤخرا. هشارك التجربة ديت معاكم واسيب لينكات الصفحات ديت ولينكات الاماكن ديت في الديسكريبشن لو حد حابب يروح. هناك اسعار جامدة تنين. من غير كلام ورغي كتير يلا بينا نبدأ. دي كل المشتريات اللي جبتها. اول شنطة معانا وهي شنطة من نادي الرابع للكتاب. المكان ده موجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي في منطقة الازهر. هسيب لكم برضو اللوكيشن والبيج بتاعتهم بحيث انكم انتوا تعرفوا المكان بالتفاصيل وتشوفوا كل العروض الجامده اللي بينزلوها. القسم الديني، القسم السياسي، القسم الادبي، واللي بيكون جامد تنين. اسعار جامده تنين في القسم ده بالذات، اللي هي القراء الناشئين. قصص قصيره، في جزء خاص بالكتب الاجنبيه، والجزء الخاص بالكتب الدينيه برضو جزء جامد جدا ومهم جدا برضو تروحوه. بس اللي انبسطت واتكيفت منه قوي هو الجزء الخاص بالاعمال الادبيه. فهنشوف احنا جبنا ايه بالظبط. احساس الانبوكسنج ده احساس جامد جدا، مع ان فتحت الحاجات ديت وانا اشتريتها كلها، ولكن يعني اعتقد ممكن ننزلها تحت العنوان. اول كتاب معانا هو الطهطاوي لحسن محسب من مكتبة غريب. الرواية ديت عن رفاعة الطهطاوي، شوية حاجات وشوية قصص وحاجات كده في السيرة الذاتية بتاعته. الاديب حسن محسب كتب الرواية ديت عن الطهطاوي. ديت صورته بالمناسبة جميلة جدا. مؤلف الرواية ديت كتب كذا حاجة وبعضها تحول لافلام ومسلسلات. اللي 19 رواية، منها العطش، وراء الشمس، حلم الليل والنهار، اسفة ارفض الطلاق، المصير، والغيبوبة، تمام، وشوية حاجات كده يعني. دي اول عمل جبته، وده من قسم اللي هو كان ب10 جنيه. تاني كتاب معانا هو التوافق الروحي والضعف والبرود، ترجمة الدكتور محمد فتحي. الكاتب اسمه هيستينجر. اللي اكتشفته ان الدكتور محمد فتحي هو طبيب مصري ولكنه بيترجم اعمال غربية. ودكتور محمد فتحي مهتم بالجانب الجنسي او السعادة الزوجية من خلال الجنس. اسف، العنوان بتاع الكتاب اسمه التوافق الزوجي والضعف والبرود. زي ما قلت ان الدكتور محمد فتحي هو مختص في الجانب بتاع الضعف الجنسي، وبيتكلم عن العلاقة الجنسية بشكل عام وخاصة في الزواج، وتأثير الموضوع بتاع العلاقة الجنسية او الجنس على موضوع الزواج، وقد ايه ان هو مهم جدا ولازم الناس يكون عندها معرفة بالموضوع ده، لانها بتحل مثلا بتاع 50% من المشاكل. ثالث عمل معانا وهو ذا 50 Shades of Freed، رواية لإل جيمس. اللي خلاني اجيب الرواية ديت هي ان عايز اهتم بالانجليزي شوية، وذلك من خلال القراءة بتاعتي. جبت الرواية ديت لان سعرها كان 30 جنيه وهي ضخمة، هتديني كلمات كتير وفيربس كتير وحاجات من ديت هتقعد معايا وقت طويل، وعشان كده جبتها بصراحه. بس انا ما اعرفش الاحداث بتاعتها بتتكلم عن ايه ولا اي حاجه، بس اعتقد ان هي في الادب الرومانسي، حتى مكتوب رومانتيك liberating and totally addictive. This novel that will obsess you, possess you and stay with you forever. حتى في سلسلة كده فيها مفتاح، فأعتقد إن هي مثلا تكون قصة إن في حد بيحب حد، فالحد ده هو المفتاح لباب الجنة مثلا، ممكن. الكتاب اللي بعده هو آخر الليل لعبد الرحمن الأبنودي. الكاتب ده كنا بندرسه في ثانوي وكتير أسمع الاسم ده وإن هو بيكتب في الشعر أو حاجة زي كده، كنت عايز أجيب له. والكتاب ده من مهرجان القراءة الجميع والأعمال الأدبية الخاصة بمكتبة الأسرة. مكتبة الأسرة لها جزء كبير من الهيئة العامة المصرية للكتاب، والهيئة العامة المصرية للكتاب في معرض الكتاب هي جزء أساسي لازم أنت تعدي عليه لو عايز تشتري كتب بسعر رخيص وأعمال أدبية جدا حلوة. أنا مهتم بالأعمال الأدبية الخاصة بمكتبة الأسرة. 90-95% من الكتب بتكون كتب مستعملة، بينما في كتب جديدة غالبا هتلاقيها في القسم بتاع الروايات اللي هي 50 جنيه و70 جنيه والكلام، ب 40 جنيه تقريبا أو 50 جنيه، انما ديت حاجات مستعمله فباين على القطع والحاجات ديت كلها. ريحه الكتب القديمه بتكون قويه من الكتب الجديده. الكتاب او الروايه اللي بعدها وهي ظلمات واشعه لمي زياده، دار ادراك للنشر والتوزيع. ومي زياده ديت كاتبه 4 كتب، كاتبه المساواه، وكاتبه رجوع الموجه، وكاتبه باحثه الباديه، وكاتبه ظلمات واشعه اللي هو العمل اللي معانا ده. زي مثلا قصص قصيره بس تقريبا هيكون فيها مواعظ، هيكون فيها دروس زي خواطر كده ونتعلم منها دروس، فاعتقد ان هي تكون جميله.
الخامة او الجودة بتاعة الكتاب كويسة، فده 10 جنيه برضه. الكتاب اللي بعده هو ثقافة وفن وحكايات تموت من الضحك لمحمد الرافعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة. كل الحاجات دي هتلاقيها روايات برضه تقريبا، دي عبارة عن شوية بوستات برضه من او ستوريز قصيرة، كان اصلا ب 125 قرش، ده جايبه ب 10 جنيه. بعد كده الأعمال الكبرى لتشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز اللي هي تجربة معاه قبل كده في الأوقات في رواية أوقات عصيبة، بصراحة ما استمتعتش بيها وقفلتها كذا مرة، مش عارف ليه، بس ناوي ارجع لها تاني. تشارلز ديكنز لو حد كاتب عنه حاجة زي سيرة ذاتية للكاتب هتكون جدا جامدة يعني. حتى كان في المقدمة بتاعة الكتاب كان بيتكلم عن طفولة تشارلز ديكنز، وان هو كان اصلا مولود في بيئة فقيرة وتوفى ابوه وهو كان بيعول اسرته، وتقريبا كان عنده 9 اخوات، حاجة بسيطة صغيرة خالص ممكن تخلص في يوم 4 5 6 ساعات. من الادب العالمي للناشئين اللي هم القراء الجدد. انا ليا سيستم كده او ليا رؤية معينة للقراء. القراءة بتمر بمراحل معينة لحد ما توصل للادفانسد او الشخص المتخصص. ما ينفعش انك انت تفضل تقرا اعمال ادبية طول حياتك، من وجهة نظري مش حاجة كويسة. في انواع بتحب كده وده حلو ليهم، ولكن في العموم قراءة الروايات والقصص القصيرة بداية لانك انت تبدأ تقرأ كتب دسمة فيها معرفة، وبعد كده تنتقل بقى للمرحلة المتخصصة اللي هو انت اخترت مجال معين فانت تدرسه وتتعلمه وتجيب الكتب المتخصصة فيه. فاعتقد ان الكتب دي او الروايات او الاعمال الادبية الصغيرة دي بتاعت مكتبة الأسرة، بصراحة انا مبسوط بمكتبة الأسرة في الكونسبت بتاعها. بتخلق نوع من التماسك والترابط بين اعضاء البيت كله، من اول الاب والام والطفل والطفلة والجد والجدة، قاعدة كده كبيرة، قاعدة ثقافية، تقعدوا تقرأوا الرواية وتستمتعوا بالاجواء ديت اللذيذة والشيقة والحلوة جدا. اعتقد ان ده الهدف اصلا بتاع مكتبة الأسرة. الكتاب اللي بعده هو صخب البحيرة للكاتب محمد البساطي، زي ما قلنا من الهيئة العامة المصرية للكتاب، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة. مجموعته القصصية الأولى الكبار والصغار، فازت روايته صخب البحيرة بجائزة أحسن رواية 1994. له 7 مجموعات قصصية وليه 6 روايات، آخرها أصوات الليل. العمل اللي بعده هو السنيورة وقصص أخرى للكاتب خيري شلبي. خيري شلبي من الناس اللي هم بيكتبوا في نوع من الأدب اللي هو ممكن تقول عارف أيام الوصية وأيام الأفلام الكلاسيكية أوي دي، فيلم الأرض، المواطن المصري، أبناء في العاصفة، الحاجات الكلاسيكية أوي ديت، أو اللي بتتكلم عن الريف وهكذا، من أقوى الحاجات اللي بتتكلم في الحاجات ديت، واللي هو بيتكلم عنها بيتكلم بلغة عامية. العمل اللي بعده هو جزء من سلسلة روائع الأدب العالمي في كبسولة. السلسلة ديت تقريبا بتكون من 3 أجزاء، الجزء اللي معايا ده الثالث فأنا ما كنتش مدرك كان ديت أصلا سلسلة. عرض وتبسيط مختار السويفي. السلسلة ديت للناشئين والشباب، بتضم لك حاجات كده أو أعمال متفرقة من كذا حتة. يعني مثلا في قصة اسمها جزيرة الكنز، وفي قصة تانية اسمها الكونت دي مونت كريستو، في قصة تانية اسمها الملاح وجزيرة العجائب، رجال عظام ونساء عظيمات، الفضيلة، ضجيج بلا مبرر، حملة أمير الدنمارك. أنا قرأت جزيرة الكنز وكانت بتشبه قوي 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 الفيلم بتاع عادل إمام اللي هو جزيرة الذهب، وقرأت الكونت دي مونت كريستو وكانت بصراحة كانت ممتعة قوي. من حين لآخر كده بحب أفصل بإن أنا أقرأ كتب وكده أكتر من أن أقرأ روايات، ومنعت تجاه الروايات بصراحة قلت قوي، فما عدتش أستوعب الروايات زي ما كنت بستوعبها الأول. هي كانت مدخل، ولكن دلوقتي أنا بحاول أو بحب قوي إن أنا أقرأ معلومة دسمة، كتاب قديم والكتب الأصفر اللي هو العمل اللي بعده هو أشجار قليلة عند المنحنى لنعمات البحيري، المؤسسة العربية الحديثة للنشر. الجزء ده أو الرواية ديت جزء من الروايات المصرية بتاعة الجيب، اللي هو روايات صغيرة خالص كده تاخدها في جيبك، فبحيث إنك أنت لو ركب مواصلات تخلص لك قصة ولا حاجة. وديت حاجة أنا شايفها مشجعة قوي في عالم إنك أنت تخش القراءة وكده، إنك أنت لما وأنت ماشي ما بتعملش أي حاجة، تطلع القصة القصيرة وابدأ أقرأها، تخلصها وأنت ماشي في الطريق، أوكي أنت كده هتبني عادة القراءة، وكل ما تخلص قصة من القصص هتتحمس انك انت تقرأ بعدها تاني، او انك انت تستمر على العادة ديت، وانك انت كده انجزت فهتاخد شطة دوبامين، فانت لازم تكمل العادة ديت عشان تاخد شطات الدوبامين المستمرة ديت. ورق ابيض، طباعة جامدة جدا، اعمال الطباعة نفسها اصلية يعني هيت. العمل اللي بعده هو روميو وجولييت وقصص أخرى، أسامة أحمد نجيب، إعداد فريد عباسي، سلسلة حكايات للشباب. لقيت كذا عمل بيتكلم عن روميو وجولييت أو بياخد الاسم بتاع روميو وجولييت، يعني ديت عمل بيتكلم عن روميو وجولييت بس مش ده الأصل بتاعه، يعني مش ديت القصة كاملة. في شفرة روميو وجولييت يعني كتاب كان جامد جدا، بيتكلم عن الصفات بتاع الأنثى والتفرقات ما بين الرجل والمرأة، وكتاب مهم جدا لأي حد مقبل على مرحلة الخطوبة وازاي إنه يفهم
الطرف الاخر بيفكر ازاي وهكذا. الكتاب مش روايه. واحلى ما في القصص ديت انها بيدعموها بصور، يعني هما بيشتغلوا على الغريزه بتاعه الشباب انهم بيحبوا الصور، فبيدوم صور يتخيلوا الحاجه ديت. القصص اللي موجود فيها الشحنه الخطره، بيت المستقبل تحت الارض، الحصان الاخضر، بوجامبو ورهان. دار نشر الكتاب ده هي دار الفكر العربي. هذه السلسله من الكتب قصد بها مؤلفها الاستاذ فريد عباسي بتاع الشباب بمجموعه من القصص تتميز بسلاسه اسلوبها وتنوع الوانها. فيها القصص البوليسيه التي تشحذ الذهن الفكر، وفيها قصص المغامرات الشيقه، وفيها القصص التاريخيه التي تمزق الحقيقه بالخيال، وفيها القصه الفكاهيه الطريفه، وكذلك صور حقيقيه من الحياه. هي اعتقد انها سلسله كبيره، فديت عمل من الاعمال دي. العمل اللي بعده هو المعذبون في الارض لدكتور طه حسين. كتاب قديم شويتين، اللي خلاني جبته ان هو مختلف عن الاعمال اللي انا جبتها قبل كده لطه حسين. كتب كده ما كنتش فاهم، معقده قوي، ممكن ابقى اعرضها على الشاشه. سعر الكتاب ده كان جنيه، دلوقتي بقى 10 جنيه. العمل اللي بعده هو عمر من ورق لفاروق جويده، ثمنها 600 قرش. طول ما انا ماشي في نادي الربع الكتاب انا عمال اشوف عمر من ورق عباره عن شويه قصص صغيره. حلو حته ان هم بيتكوا قوي على حته ان هم بيجيبوا حاجات قصيره خالص كده بحيث انها تفيد الناس. انا جدا ممتن للمكان ده عشان كده، ديت اقوى حاجه انها اعمال صغيره خالص كده في اللذيذ. الكتاب اللي بعده وهو فرود يتحدث عن الجنس لدكتور نظمي لوقا. فرود يحدثك عن الجنس، مكتبه غريب. هذا عرض امين مبسط لنظريه فرود في الجنس والانحرافات الجنسيه، ومما لا شك فيه ان الجنس من اهم عناصر الحياه لدى جميع الكائنات الحيه، ولا سيما الانسان لان حياته اكثر تركيبا وتعقيدا من حياه اي كائن اخر حي فوق كوكبنا هذا. ولا غنى للمثقف عن معرفه هذه الدراسه ليعرف ذات نفسه ونفوس الناس، ويصلح ان شاء الله ما في نفسه ان شاء ما في نفسه عن بصيره، وليفهم من حوله ويتعامل معهم نفسيا، بل وليربي اطفاله عن درايه وحذر عن ايقاعهم بسوء الفهم في هويه العقد الجنسيه والانحرافات. جميل جدا، جميل. العمل اللي بعده هو عطش الصبار ليوسف ابو ريا، مكتبه الاسره، مهرجان قراءه الجامعه من الاعمال الادبيه، العمل المصري للكتاب. العمل الاخير وهو لفاروق جويده، وهو قضايا ساخنه جدا، دار غريب للطباعه والنشر والتوزيع. الثمن 600 قرش، دلوقتي بقت ب 10 جنيه. وبكده نكون خلصنا نادي الرابع للكتاب. هننتقل بعدها بقى للمكان الثاني. الكتب بتاع نادي الرابع للكتاب جبتها من قسم ال 10 جنيه، كان في كتب من قسم ال 5 جنيه اللي هي روايات الجيب والكلام ده. فعايز افكرك بقى لو انت ما عملتش لايك يعني يا ريت تدوس لايك. المكان اللي بعده هو صفحه على فيسبوك او بيج على الفيسبوك اسمها احمد لبيع الكتب المستعمله. هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تبقى تدور عليها. والحد اللي انا اتعاملت معاه وبصراحه هو شخص متعاون، بيساعدك كتير وبيسهل عليك امور كتير. لو محتاج اعرف الكتب اللي انت حجزتها مع كذا ايام، انت ممكن تحجز كميه من الكتب وبعدين تشحنها كلها مره واحده. ما عندوش مقر معين، هو بيعرض الكتب على الانترنت. في كتب مستعمله وفي كتب جديده، معظمها بتكون كتب جديده وطبعات اصليه زي ما احنا ما نشوف. المفروض ان الفيديو ده يتصور من شهر رمضان، شرح حياتي من شهر رمضان، اتاخرت قوي. الكتاب الاول معانا هو الشيخ محمد عبده، حياته وبيئته وعصره السياسي وعصره الاجتماعي، تاليف الاستاذ احمد الشايب، مكتبه الثقافه الدينيه. اللي خلاني جبت الكتاب ده ان انا كنت عايز اعرف مين الشيخ محمد عبده، عايز اعرف في تاريخه، وعايز اعرف في تاريخ او الحقبه بتاعه الازهر الشريف زمان، اللي هي زمن العلم وتطور العلم وطلب العلم الشديد، ايام طه حسين وايام الشيخ محمد عبده وايام مصطفى لطفي المنفلوطي وايام رفاعة الطهطاوي. فعشان كده جبت كتاب عن الشيخ محمد عبده عشان اعرف مين شخصيه الشيخ محمد عبده. كتاب جديد وطبعته هي الورق بتاعه من جوه جميل ابيض لذيذ الصراحه. جبت الكتاب ده تقريبا كان ب 10 جنيه. بيعملوا على الصفحه ان هم بينزلوا الكتاب، اسم الكتاب وهل قديم ولا جديد، عدد الصفحات، اوقات بيكتبوا نوع الورق اللي متصور بيه الحاجه ديت، وبيكتب السعر تحتها. لازم تكون متابع الميعاد بالظبط، لانهم بالدقيقه اول ما تلاقي كلمه الان كده في ميعاد النشر خلاص انت تدوس على طول، عشان الكتب ديت بتكون قليله او بتكون نسخه واحده، انت مش هتلحق لو ما لحقتش في البدايه الدنيا هتتدمر منك يعني. الكتاب اللي بعده هو عباداتنا الإسلامية الصحيحة، موسوعة الأسرة المسلمة. المواضيع اللي بيتكلم عنها صلاة الجمعة، صلاة العيدين، سنن العيد، صلاة الخوف، صلاة المسافر، صلاة التطوع، أحكام الجنائز، الزكاة، الصيام، صوم رمضان. في سلاسل جميلة جدا، أخلاقنا الإسلامية، أعلام المسلمين، أعلام المسلمات، الآداب الإسلامية، كتب دينية. معظم الكتب بالمناسبة اللي موجودة على البيج ديت معظمها بتكون كتب دينية في الغالب، فين وفين لما يجيبوا روايات وكده يعني. ده برضه كان تقريبا ب 10 جنيه، مش فاكر الأسعار، هسيبها لكم لأن أنا ما حفظتش
الاسعار او نسيتها، بس اللي عايز اقوله ان كل الشنطه اللي كانت موجوده ديت الاوردر بتاعها 200 جنيه كلها، فاسعار خرافيه الصراحه. العمل اللي بعده هو طوق النجاه للدكتور محمد مجدي الهلالي، دار التوزيع والنشر دار امجاد طبعات السعوديه. ورق جميل ولذيذ، تقريبا كان ب 10 جنيه وب 5 جنيه. الكتاب ده صغير خالص، وديت حاجه بصراحه بتضايقني ان الكتب اللي عندهم صغيره. الكتاب بيتكلم عن ازاي انك انت تنجم بحياتك من النار وهكذا. الكتاب اللي بعده هو اعترافات عشاق، كتاب متسجل عليه من ورا 20 جنيه، تقريبا كان ب 10 جنيه. محمد فتح الله، كتاب الجمهوريه. اعترافات عاشق، اعترافات مثلا عن الحب والحاجات ديت. يعني مثلا نشوف الفهرس مكتوب ايه: انا والاديبه العاشقه، حبيبتي من تكون، انا روميو، انا كاتب حي، انا زوج مخلص، انا مصلح اجتماعي، صوم مع زوجتك يهدد قلبك، كلبك يحميكي من الاكتئاب، جمالك يفتح الابواب المغلقه، وحاجات. انا هحاول اختصر كتير لان لسه في ليله تانية تحت كده فكره شغال. الكتاب اللي بعده هو جمال الدين الافغاني للكاتب او الدكتور حسن حفني او حسن حنفي. الهيئه العامه المصريه للكتاب، مكتبه الاسره. كتاب بيتكلم عن جمال الدين الافغاني اكيد، يعني كتاب اسمه جمال الدين الافغاني هيتكلم عن مين؟ عن طه حسين مثلا. يا شايف من مكتوب مدين ورقه معاه بطاقه تقييم الكتب. بيقول لك ليه انت مكتبة الأسرة بتسألك عنوان الكتاب اللي انت اشتريته ده اسمه ايه، وليه اخترت الكتاب ده، وايه تعليمك، وايه وشغال ايه، وايه نوع السلاسل اللي انت بتحبها من مكتبة الأسرة. لها أعمال كتير، الأعمال الأدبية والأعمال الإبداعية والأعمال الفكرية والأعمال العلمية والأعمال الدينية والكتب التراث وروائع الأدب العالمي للناشئين وروائع الأدب العربي وأمهات الكتب المترجمة والشباب، وإيه الإضافات اللي أنت بتقترح عليهم وهكذا يعني. وهل أنت هتحب تقرأ كتب تانية وكده وإيه رأيك في الكتاب نفسه؟ الكتاب بصراحة يعني كتب، يعني الكواليتي بتاع الورق جميلة بشكل غير طبيعي. الكتاب أصلا كان ب 125 جنيه أيام 125 قرش أيام سوزان مبارك الله يرحمها. الكتاب اللي بعده هو تربية الناشئة في ضوء السيرة، تربية الناشئة في ضوء السيرة، إعداد منصور رفاعي عبيد، دار الجيل في بيروت، مكتبة التراث الإسلامي. الفهرس بتاعه: الزواج فطرة إنسانية، مقدمات الزواج، تربية الناشئة كما يريد الإسلام ورعايته الشاملة للمولود، دور الأب في التربية، الإسلام وأسس التربية الجنسية، ربط الأطفال بالله عن طريق المسجد، قضية الشباب الآن، عدم التفريق بين الأبناء في المعاملة، والفهرس. بس كده كتاب أعتقد هيكون لذيذ. العمل اللي بعده هو نفحات إيمانية للكاتب أو المؤلف عبد الخالق حسن عبد الوهاب، عبد الخالق حسن الشريف، مش مكتوب دار النشر. اليوم الأول سورة الفاتحة، حديث الاستقامة من علوم القرآن، سورة البقرة ليس بحديث، حديث عن طعم الإيمان. بيجيب لك كل سورة وبيتكلم لك عن درس من الدروس اللي موجودة في السورة ديت، فبيقول لك هو أصلا اسمه نفحات إيمانية. الكتاب اللي بعده هو ثورة اليمن، كتاب الغلاف بتاعه مش مكتوب عليه اسم المؤلف ولا دار النشر ولا اي حاجه. ده من جوه. بحب الكتب اللي هي المرنه ديت، مش الكتب اللي هي السوليد قوي كده فانت تفتحها لا، الكتب المرنه ديت جامده. ثوره اليمن بكل اختصار. الكتاب اللي بعده هو صفات الداعيه المسلم مصطفى الطحان، دار التوزيع والنشر الاسلاميه. الفصل الاول: مخلص في عمله، يتقي الشبهات، يستشعر المسؤوليه، لا يتدخل فيما لا يعنيه، عالي الهمه، متفائل دائما، عالم مثقف، يتعهد نفسه بالتربيه الربانيه، يدوم على الذكر ويتجنب فضول الكلام، بعيد عن النفاق، يلتزم اداب السلوك، نظيف الوف، يتعرف على من يلقاه، يحسن اختيار الاصدقاء مع اخوانه في ظلال المساجد، يكون من بيت المسلم، يحسن التعامل مع المسلم وغير المسلم، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، يوازن بين الفرديه والعمل الجماعي، ينفق من ماله، اداري ناجح. جميل دروس جميله جدا. الكتاب اللي بعده هو المشاعر والاحاسيس، دكتور حسين كامل. المشاعر والاحاسيس: الغضب والتوتر، السعاده. الكاتب بتاعه واخد بكالوريوس طب وجراحه كليه الطب جامعه القاهره في القصر العيني، محاضر وعضو بهيئه التدريس في كليه الطب. بيتكلم عن المشاعر، الغضب والتوتر والسعاده، وهو دكتور فاكيد هيتكلم عنها من ناحيه الطب. العمل اللي بعده هو فقه الدعاء، سعيد عامر، الوعظ بالازهر الشريف، شهوان للطباعه. صدر المؤلف في شويه مؤلفات كده هم: كيف تصبح الداعيه والإخلاص، الداعيه والصدق، الداعيه والقلب، الداعيه ونعمة البيان، الداعيه والوقت، الداعيه والخوف والرجاء، الداعيه واليقين، اتقاء الصفات الذميمه، الرياء، إخلاف الوعد، الحسد، قلة الحياة، احذر قرين السوء. شويه دروس جميله كده. جبت الحاجات ديت لاني مهتم بحته اللي هي الدعوه ديت، وان انا من خلال الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي انا بقدم رساله معينه، فاكشولي انا بساعد يعني، فلازم يكون عندي صفات. العمل اللي بعده هو صور من حياه
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، طبعا خاصة بالجمعية الشرعية، وزارة الأوقاف، المراكز الثقافية الإسلامية، أرض الحرم، بناء البيت، سدانة البيت، كشف زمزم، فداء عبد الله، رحلة القافلة، مولد النبي، الرضاع، البادية، شق الصدر، وفاة آمنة. بيتكلم عن حاجات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الأحداث اللي حصلت معاه وهكذا يعني، وعامل الحزن ومواقف التحدي. العمل اللي بعده هو رواية حيث كنا هناك حيث كنا بانتظار الفجر لهيفا حيدر حسن. ديت رواية نيفرتيتي للنشر والتوزيع. الفهرس كان اسم بينهم صور تاب النسيان. طريق يشكو ألم والدي. هناك في عفرين، هناك في عفرين مساء، الدخول في الضياع، الموت في كل مكان، مواصلة المسير نحو الخلاص، طرق النجاة، ستعود ساعة الزمان كما كانت. الكتاب اللي بعده هو السبل الناجحة لطلب العلوم النافعة. مدخل لأي حد عايز يهتم بالعلوم الشرعية وهكذا يعني، وترشيحات لكتب تقريبا أو بعض الأحاديث وهكذا يعني. تأليف عمرو عبد المنعم سليم. بيتكلم عن طلب العلم بشكل عام، يعني انت لو بتطلب علم، مدخل في بيان فضل العلم الشرعي، العلم مفتاح السنن والجهل مفتاح البدع، اقسام العلم الشرعي من حيث التكليف، كيف نطلب العلم، اسباب فهم الدرس، استحضار ما درست بين الحين والاخر، ازاي انك انت تلتزم في طلب العلم الشرعي وهكذا، وايه الحاجات اللي تسهل عليك الامور. الكتاب اللي بعده هو العبارات لمصطفى لطفي المنفلوطي. صراحه انا النوع ده من الادب انا مش عارف اكتشفته، ما اكتشفتوش من بدري ليه. انا لما قرات بعض القصص من الكتاب ده اللي انا وصلت لها بصراحه كانت جدا ممتعه وجدا فيها افاده وجدا لا نوع من الادب قوي جدا. انا بصراحه مش عارف ازاي محدش بيرشح لمصطفى لطفي المنفلوطي. فكتاب العبارات وفي النظرات برضو، وحاليا انا بدور السلسله الكامله او الاعمال الكامله بتاع مصطفى لطفي المنفلوطي وبتاع شخص تاني وهو ديمون زهريدس بيكتب في تطوير الذات والانتاجيه وهكذا. فالشخصين دولت مجموعتهم مهمين بالنسبه لي جدا، عايز اقرا الاعمال الادبيه الاعمال بتاعتهم كلها للشخصين دولت. كتاب جامد وبرشحه جدا يعني. القصص اللي موجوده قصص اليتيم، الشهداء، الحجاب، الذكرى، الهويه، الجزاء، العقاب، الضحيه، مذكرات مارغريت. الحاجه اللي بصراحه ممتن لها في الروايه ديت مش بس بيتكلم بيديك قصه، لا ده اوقات انا بحس ان هو كان على اطلاع بالعلم الشرعي جدا، فبيقول لك الحكم الشرعي من خلال القصه. سلاسه في الكتابه قويه جدا ووصف فوق الخيال، وحته بس ان هو ينقل لي حكم شرعي في خلال القصه وانا بقرا اكتشف قد ايه ان هو جميل جامدة. العمل اللي بعده هو أصول المعاشرة الزوجية من وجهة نظر، تأليف جمال عبد العزيز، مكتبة طاهر للتراث، بكل اختصار عن العلاقة الجنسية. الباب الأول أمنية الفؤاد، الباب الثاني الليلة الأولى للزواج، الفصل الأول التكافؤ الجنسي، الفصل الثاني البرود الجنسي، الفصل الثالث الدافع الجنسي عند المرأة، الفصل الرابع الدورة التناسلية الشهرية، الفصل الخامس حدود الصلة الجنسية، الفصل السادس الموافقة المتبادلة. أعتقد أنت عرفت هو بيتكلم عن إيه. الكتاب اللي بعده هو الحب العذري عند العرب، الكاتب الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف. في الكتاب ده بيتكلم عن الحب عند العرب، الحب العذري، مجنون ليلى وجميل وبثينة، قيس بن ذريح ولبنى، عروة بن حزام وعفراء، كثير وعزة، توبة وليلى الأخيالية، مالك وظريفة، ابن أبي عمار الناسك وسلامة، ذو الرمة ومية، والعباس بن أحنف وفوز. بيتكلم عن قصص في العرب، قصص الحب وكده يعني. الكتاب اللي بعده هو مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة، تقديم أو إعداد أستاذ الدكتور خالد بن حامد الحازمي. الفصل الأول مساوئ الأخلاق، المبحث الثاني أنواع المساوئ الأخلاقية، مسؤوليات الانحرافات السلوكية، الأسباب العامة للفساد الخلقي، المنهج العلاجي للفساد الخلقي، آثار مساوئ الأخلاق على الأمة، الآثار الدينية والأمنية والصحية والنفسية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية. مساوئ الأخلاق. الكتاب اللي بعده هو دواء القلوب للكاتب جمال ماضي، سلسلة فقه القلوب لمحمد جمال. هي سلسلة متكاملة بس أنا جبت جزء واحد بس، بيتكلم عن أمراض القلوب وإزاي إنك أنت تحلها، حسد ورياء وغيبة والكلام ده كله. الكتاب اللي بعده هو 125 طريقة لحفظ الوقت للكاتب أبي القعقاع محمد بن صالح آل عبد الله، دار النشر دار التقوى. طلب العلم الشرعي هم لما بيتكلموا عن تنظيم الوقت بيتكلموا عن تنظيم الوقت هنا من وجهة نظر الشخص اللي هو عايز يطلب علم شرعي. الفهرس 125 طريقة لحفظ الوقت، حرص السلف على اوقاتهم، تذكر الموت وساعة الاحتضار، ابتعاد عن الجدل والمراء. بكل اختصار بيتكلمك عن ازاي انك انت تختصر الوقت وايه السبل انك انت تحفظ بيها وقتك. الكتاب ده بالمناسبة كان قديم كده ومقطوع
بس. الكتاب اللي بعده هو دروس عملية في الحياة الزوجية، موسوعة الأسرة المسلمة، شركة ماس للإنتاج التعليمي. موسوعة الأسرة المسلمة، البيت المسلم، بيت السعادة، دستور البيت المسلم، مواصفات البيت المسلم، بيتنا مسجد، بيتنا معهد، بيتنا منظم، أساس البيت ومفروشاته، بيتنا نظيف، بيتنا جميل، بيتنا آمن، بيتنا صحي، بيتنا مرح، بيتنا مقتصد، مهارات الأسرة المسلمة، بعض المهارات اللي لازم تكون عندنا في أي بيت مسلم. وبكده أكون خلصت الكتب اللي جت من أحمد محمد لباقي الكتب المستعملة. سيب لك البيج تحت في الديسكريبشن، خش فيها والحق العروض اول ما بتتقدم. هتلاقيني هناك كتير قوي بحجز كتب على طول في البدايه كده، فلازم تخلي بالك من حته الوقت اللي هم بينشروا فيه، لان الكتب فعلا ما بتقعدش. اللي هو حرفيا انت ممكن تعمل ريفرشات تلاقي واحد اصلا حجز الكتاب. لاحظت ان انا بسجل ليا ساعه الوقت. ثالث مكان انا رحت له سورة أزبكيان. انا رحت اول حاجه نادي الربع للكتاب، كان في شهر رمضان، ما فيش اي حد خالص على غير المعتاد طبعا. ثاني مكان رحت استلمت، رحت سورة أزبكية، وبعدين خرجت على المكان عشان استلم الكتب الاونلاين اللي انا كنت حاجزها. وفي كذا صفحه تانية بتجيب اسعار برضو نفس الصفحه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي بتاعت احمد لبيع الكتب المستعمله او اللي بيع الكتب المخفضه، هتلاقيها نفس كده. بس انا ما اتعاملتش معاهم لسه، ديت اللي اتعاملت معاها وكانت ثقه وامان وتقدر تحجز والكتب هتكون موجوده. هو بس بياخد منك 50 جنيه مثلا او 100 جنيه زي ما انت حابب تدفع، اللي هو بس يثبت مصداقيه الكتب ديت، وتفضل الكتب ديت موجوده عنده لحد ما تيجي تسحبها في اي وقت. ودي حاجه بصراحه لذيذه. ديت كتب بقى من مكتبه في سورة أزبكية اسمها مكتبه اولاد عبده. المكتبه ديت انا بروحها بالاسم، فيها كتب رخيصه، فيها نفس الكتب اللي انا جبتها من نادي الربع للكتاب، نفس القصص القصيره. فخلينا نعرف ايه اللي احنا جبناه من سورة أزبكية. اول حاجه جبتها الحصاد، عبد الرحمن جودة الصحار، كتاب قديم قوي كده، وده سعره اتفنق، قديم قوي، ف حصل له كده. ضرر مصر للطباعة، كتاب قديم، ورق أصفر، ريحته جميلة. بغض النظر عن الصورة ديت، الكتاب ان شاء الله هيكون كويس. تاني كتاب معانا هو تنهيدة، وده كتاب انا كنت عايز اجيبه من زمان قوي، من اول ما عرفت يعني اقرا. كتاب دار عصير الكتب، الكاتب يوسف الدموكي. من ورا كاتب في الغلاف: تنهيدة، والإجابة أن الجيل الذي يريد أن يكتب حكايته بنفسه لابد أن يدفع ثمن قلمه من قلبه أولا. بصراحة ما حبيتهاش، حاسس ان هو اللي هو تنهيدة ديت اللي هي جاية من شعوريا او من جوايا كده، حابب حد فانا بنقل له رسائل معينة كده، بتنهد او بطلع اللي جوايا ليه، اللي هو تلاقت ارواحنا وما اعرفش ايه والكلام ده. يعني بيتكلم عن مشاعر يعني، تمام. هي بوستات صغيرة كده، يعني انت مثلا ده بوست مثلا حاجات اللي هي حاجات فاصلات كده، اللي هو تقرا صفحه مفيش فيها راس، لانه يعتبر روايه بوستات مجمعه. بس مش حاسه هيكون لطيف، حاسس ان هو هيكون ليه المود بتاعه. الكتاب اللي بعده هو السقامات ليوسف السباعي. السقامات دي فيلم انا شفته زمان قوي، وبصراحه اللي خلاني اجيب ديت ان انا شفت الفيلم، فانا بقى عايز اشوف اقرا الروايه نفسها، اشوف الروايه كانت فيها ايه. الهيئه العامه لمصرية الكتاب، مهرجان قراءة الجميع، روائع الادب العربي من الاعمال الادبيه. اللي هو سرق الجوافة، في قبضة زمزم، معركة في ضرب القط، مطرود من الجنة، في الكتاب، في المولد، في قوة الأفندية، استعداد للمعركة، قتيل الهوى، على عرش المياه، كيف ماتت، لمن يموت وصبرا في البأساء. دي الخاتمة. في أعمال كتير للمؤلف مكتوبة ورا أهيت. الكتاب اللي بعده رفاعة الطهطاوي، رائد التنوير، 120 عاما على الرحيل، 1993. الهيئة العامة لقصور الثقافة، وديت تاني دار أو تاني أرخص دار ممكن تشتري منها كتب في معرض الكتاب، مكتوب عليها 2 جنيه ورا. زي ما قلت ان انا حابب اقرا عن الناس ديت وعن السيره الذاتيه بتاعتهم، فده بيتكلم عن رفاعة الطهطاوي. في ورا فهرس رفاعة الطهطاوي وعصره، استاذ دكتور محمود متولي، رفاعة الطهطاوي مربيا، دكتور سعيد اسماعيل علي، رفاعة الطهطاوي حركه الترجمه، دكتور رضا حامد الجمل، الفكر السياسي لدى رفاعة الطهطاوي، دكتور محمود متولي، رفاعة الطهطاوي شاعرا، دكتور خلاص فخري عماره، رفاعة الطهطاوي تطوير النثر العربي، دكتور سيد محمد السيد، رفاعة الطهطاوي الصحافه المصريه، دكتوره مفيدة الطرابيش. تقريبا كل واحد من الاشخاص ديت كاتب جزء معين في الكتاب، في المجموع. الكتاب ده مجمع، ورق شبه اصفر برضو. الكتابة فيه بتكون ممتعة قوي قوي قوي. تاني شنطة او تاني مجموعة جبتها من مكتبة اولاد عبده، وهي دي الكتاب بتاع يوسف الدموكي. ده كنت شاريه من مكان تاني بس حطيته في نفس الشنطة، من مكان قصاد المكتبة على طول. المكتبة لها فرعين في سورة أزبكية، ممكن تروح تسأل على مكتبة اولاد عبده هتلاقي لها مكانين. حاسس ان الكاميرا هتفصل لان المساحة قليلة خالص. الكتاب اللي بعده هو الفكاهة والضحك، تأليف دكتور شاكر عبد الحميد، مجلة عالم المعرفة. بصوا بقى مكتوب ايه: اخي العزيز الذي عداني الى ايام جميلة مضت
ولن تعود دكتور إسماعيل إبراهيم مع جودتي وتقديري الشاكر. ده الكتاب كان هدية لحد أو هداية لحد لدكتور اسمه دكتور إسماعيل إبراهيم. وحتى في الأمضة بتاعت اللي هو بتاع الكاتب نفسه. واو فانتاستيك، جامد جدا جدا. وكاتب التاريخ اللي هو 3/2002. بتبقى دسمة الكتب ديت، فبتحتاج تركيز كبير قوي. شايفين حتى موجود ورا ايه الكتب ديت، يعني ورق ابيض كواليتي جامده. الكتب ديت بالمناسبه كان سعرها 15 جنيه 20 جنيه كده. الكتاب اللي بعده هو ثلاثيه غرناطه لرضوى عاشور. الكتاب ده بيتكلم عن الاندلس وتاريخ الاندلس وشويه حاجات كده وشويه تفاصيل. ليه كذا شكل ثلاثيه غرناطه ومشهوره جدا في عالم الروايات. هي كبيره، ولكن يعني حته ان انا اجيبها ب 15 جنيه كان احسن لي من ان انا اروح اجيب النسخه اللي هي ب 40 جنيه 60 جنيه الثانيه. ابداع المراه دار الشروق. اعتقد ما فيش حد قرأ قبل كده روايات اسمه قراءة رضوى عاشور اعتقد يعني. فانا ديت اول تجربه للكاتبه بالمناسبه. شكل الورق من جوه. العمل اللي بعده هو في محبه الادب لدكتور جابر عصفور من سلسله الاعمال الفكريه مهرجان القرى للجميع مكتبه الاسره. دكتور جابر عصفور تاثير قراءه الادب على الانسان، وبيتكلم عن كذا كتاب واثرهم عليه تقريبا. الكتاب اللي بعده هو الزواج المثالي. النص الكامل لكتاب فان ديفل ده هو كاتب الكتاب دكتور محمد فتحي، اللي احنا لسه متكلمين عنه، لو مهتم بالحته الجنسيه وخاصه في العلاقات الزوجيه. هو اللي مترجم الكتاب ده لانه شاف فيه رساله او دروس مهمه لينا هنا كشرقيين ان احنا نقرا الحاجات دي. اسمه الزواج المثالي. بيتكلم عن العلاقه الجنسيه والفرح والكلام، يعني العلاقه الجنسيه بشكل عام في مرحله الزواج. بص كمان من الحاجات اللذيذه انهم رسمين لك رسومات من اللي هو من تقريبا جايبينها من العمل الاصلي والرسم والاعضاء والتشريح يعني بص هو كمان في حاجه حصلت انهم قطعوا الورقه من ورا كده. هي اصلا المفروض متطبعه فالمفروض تنفتح كده وهتفتح الورقه تلاقيها ورقه كامله كده جنبك، اللي هو 4 ورقات من دولت في ورقه واحده. حتى بص كمان انها جايه كده تمام. ديت فيها الرسمه الكامله بقى كده، انت شايفني اهو. ديت فيها الرسمه الكامله ولكنهم قصوها، ربنا يسامحهم. ولكن ثواني ممان هي هتبقى كده، فيها الرسمة وفيها شوية تفاصيل عن الرسمة وكتابة وحاجات من دي. الكتاب اللي بعده هو عندما تغير العالم. تأليف جيمس بيرك، ترجمة ليلى الجبالي، مراجعة شوقي جلال من سلسلة عالم المعرفة. سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. من أقوى الأماكن اللي بتكتب هي الكويت، وخاصة في التكنولوجيا والفلك والحاجات ديت. يا جامدة النين. شوف الأسعار اللي مكتوبة تحت. سعره في مصر ب2 جنيه ب20 جنيه ممان. وبكده اكون انتهيت من كتب الخاصة بمكتبة اولاد عبده. مكتبة قوية جدا، مهم الناس كلها تروحها، وفي اسعار مخفضة وقصص كويسة واعمال جامدة. الشنطة اللي بعدها والشنطة الاخيرة وهي مجموعة كتب من سورة ازبكية في العموم بقى، من كتب معينة كده كنت عايز اجيبها من زمان وانا الاوان ان انا اجيبها. يعني كل ما بروح انا بجيب كتب غير اللي انا مخطط لها. الكتاب الاول هو عن اشياء تؤلمك للكاتب احمد عبد اللطيف، ما بين الحب والحزن، شيء منك هنا او ربما كلك. شبيه للكتاب بتاع التنهيدة. كتاب من جوه فونت واسع. كنت اتخيل ان هو كان يعني اللي كنت معتقده في البداية ان هو يتكلم عن الحته دي بس من الحته النفسيه بقى، اللي هو الحته يدرس لي. كنت بحسبه كده ان هو احمد عبد اللطيف ده حد مختص بالعلم النفسي، فهيشرح لي الحاجات دي من منظور نفسي، بس طلع عكس كده خالص. بيتكلم عن مشاعر وبتاع وكلام فاكسان كده، بس مش هقدر اقرر غير لما اقرا الكتب. بس الفونت واسع، مكتبه عصير الكتب. الكتاب اللي بعده هو الوصيه لحسام هيكل. حسام هيكل حد انفلونسر يوتيوبر ومهتم بالبيزنس وكده. عمل كتاب، ولكني بصراحه بين التعلم والمعرفه، خاطر في الإيمان، أزمة الكومفورت زون، القدرة على التخلي، ميزان الرغبة والأهداف، ما لم تفعله من قبل، البنك الشخصي، إنما نحيا بالناس، لعنة الندم، الوصية. كتاب بصراحة للوهلة الأولى ما عجبنيش، من دار داون، لأن الكاتب بيقول في بداية الكتاب إن أصلا كان كتب الكتاب وكان خلاص هيسلمه لدار النشر، ولكن الكتاب كان مكتوب على التابلت وعلى التليفون أو أيباد أو حاجة زي كده، والشنطة ضاعت. فبعد كده اضطر إن هو يجي هو الفريق، فهو يدور لهم الحاجات ديت ويكتبها بس كده، اللي هو يختصرها
وبتاع وكده، ويظبطوها في ظرف اسبوعين او في ظرف شهرين تقريبا. فحته زي ديت قفلتني، لانك انت كده واخدها كسلعه. حته ان هو كمان اللغه بتاعته ما كانتش مظبوطه، اللي هو ما بيتكلمش لغه عربيه فصحى ولا بيتكلم عاميه، مش فاهم له بصراحه اسلوب اللي هو تدني قوي في اللغه. الفجر. معلش هتكلم عن الست كتب التانيين اللي هم اهم كتب بالنسبه لي الصراحه، هتكلم عنهم بسرعه لان القران بتاع الفجر اشتغل. فانا اسف معذره على الجزء ده، ولكن انا ما اقدرش استنى شويه وبعدين اصور تاني بصراحه، لان هيحصل دوشه اكتر واكتر. الروايه اللي بعدها وهي فصل عبيد ليحيى عزام. يحيى عزام عامل، هو يوتيوبر، عامل مجموعه قصصيه، هسيب القناه بتاعته في الديسكريبشن. عامل روايه قبل كده عندما يعزف الشيطان، والروايه دي اسمها فصل عبيد. روايه صغيره بتتكلم عن عمار، طفل موجود في مدرسه ومعاناته خلال رحلته الدراسيه والتنمر والكلام ده كليته. الكتاب اللي بعده هو لأنك الله، الجزء الثاني. الأول كان رحلة للسماء السابعة، ده اسمه معراج النفوس المطمئنة. الجزء الثاني لعلي جابر الفيفي، دار الحضارة، صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من لأنك الله. الجزء الأول. الكتاب اللي بعده هو أبي الذي أكره، تأملات حول التعافي من إساءات الأبوين وصدمات النشأة، دار الرواق، دكتور عماد رشاد عثمان. الكتاب بيتكلم عن 9 سجون نفسية أو مشاكل نفسية حصلت لك وأنت صغير أو أثناء تربيتك، مش عارف تحلها إزاي ومسبب لك معاناة شديدة أوي. الكتاب ده مهم جدا ليا. السجن، التكوين، جرح الهجر، استياء الدفين، الإساءات والاضطرابات العقلية، مرحلة التعافي من الإساءات، رسالة الحادثين في أنفسهم. كتاب جامد، واللي كاتبه ده دكتور نفسي، وده كتاب انا بقرا فيه وصلت لل 48 صفحه. النبذه عن الكاتب اسمه عماد رشاد عثمان، طبيب بشري من مواد الاسكندريه، كاتب وباحث ملتحق بدرجه ماجستير في امراض المخ والاعصاب والطب النفسي وكليه الطب. اللي يجمع الطب النفسي مع المخ والاعصاب هيكون جامد تنين لما يجي يعمل عمل معين. روايته اقتحام قبل كده، وكتاب احببت وغدا. الروايه اللي بعدها وهي اخر ليالي البشر للكاتبه مريم احمد علي، روايه دار تشكيل. مريم احمد علي من الكتاب الجامدين، واو بالنسبه لي. هي والكاتب تامر عبد امين من اقوى الكتاب اللي قرات لهم. ده تاني عمل، وفي عمل ثالث مش فاكر اسمه تحديدا. درست كليه اعلام، كانت بتعمل فيديوهات على وسائل التواصل، والروايه بتاعتها الاولانيه اللي هي البعض لا يرحل ابدا عن دار تشكيل. الروايه اللي بعدها وهي لأقندد بر وطويت لاحمد مراد، دار الشروق. احمد مراد وما ادراك ما احمد مراد، عمال بقى كتير، فيرتيجو والفيل الازرق ونص صوت الغزلان وارض الاله، والروايه اللي انا قراتها 1919 وتراب الماس، اعمال ادبيه، وهو درس اخراج سينمائي. الروايه الاخيره معانا وهي ان تبقى للدكتوره خوله حمدي، قرات لها قبل كده في قلبي انثى عبريه، وقرات لها ارني انظر اليك. اللوحه الاولى ما كنتش حاببها، ولكن مؤخرا لما قراتهم تاني واستوعبتهم كانوا جامدين تنين. لها ان تبقى ديت الروايه الثالثه. وفي روايه اسمها وردة الياسمين او الياسمين البيضاء، اصدار 2023 بس لسه ما جبتهاش. روايتها تتميز بالضخامه والفونت الجميل جدا المحبب الى قلبي، اللي هو تقريبا اندلسي او مش عارف خط ايه بالظبط، بس خط جميل قوي هي متميزه بيه. حتى لما سوره ازبكيه عمل كوبي جاب الفونت نفسه اللي موجود في الروايه لدار كيان للنشر والتوزيع، الطبعه ال9 ديت النبذه. وبس كده، اسف على الاطاله، واسف على الجزء الاخير اللي موجود في القران، واسف ان انا بتكلم وكنت في قران شغال، ولكني زي ما قلت لك ان في ظروف خاصه فانا ما اقدرش اسجل بعد الفجر. نصيحه لاي حد انك انت فعلا لو في قران شغال ما تعملش اي صوت، وحاول انك انت تقعد وتستمتع بالقران، وخصوصا قران الفجر ده. ان شاء الله الايام الجايه في حاجات كتير جايه في الطريق، وان شاء الله يكون في التزام اكتر، وان شاء الله يكون في حاجات او سلاسل معينه كده هتكون جامده ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان خلاص داخلين على 1000 سبسكرايب. ادعمكم ان شاء الله نقدر نوصل للرقم ده. ما تنساش تدوس لايك برضو لان ده فعلا بيساعد. قول لي رايك في المشتريات ديت كلها. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. الفيديو هينزل متاخر، هيكون انا خلصت امتياز ان شاء الله، وهيكون في مراجعه لروايه لاجل اليمامه هاجر عبد الله مساعد، روايه جامده تنين. بس اعتقد ان انا مش ظاهر من الكتب، فدي كل الكتب اللي انا جبتها من 3 اماكن او ال3 اماكن اللي احنا قلنا عليهم. هسيب لك كل اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن، فروح الاماكن ديت. اسعار جامده تنين، اسعار كويسه، تعامل وكتب كواليتي كويسه.
ان شاء الله هتستفاد بيها لو انت حد لسه بادئ في مشوار القراءة وهكذا. فدي كل الكتب اللي احنا اشتريناها. لو حابب تشاركنا اي كتاب انت اشتريته مؤخرا يا ريت يكون شيء كويس. بس سلام.